بعثة النادي الأهلي وصلت الإمارات المشاركة في المعسكر التدريبي اللي معمول للنادي الأهلي في الإمارات، واللي هينتهي بإذن الله يوم 29، وهيتخلله مباراتين مع الأخدود السعودي ومع الكويتي. بعثة النادي الأهلي ناقصة 20 لاعب ما بين منتخب أول ومنتخب أولمبي وإصابات وورق تجنيد أو امتحانات زي كريم نيدفيد وسقوط من الحسابات الفنية زي صلاح محسن. كل التوفيق لبعثة النادي الأهلي، ويكون معسكر تدريبي ناجح. وبمناسبة صلاح محسن، مش عايز استفيض في الموضوع عشان ما بقاش بعمل اللي انا عايز اقول للناس ما تعملوش، لكن هكتفي بجمله، ودي نصيحه ليا قبل ما تكون نصيحه لاي حد بيسمعني. لو ربنا كشف الستر عننا، محدش فينا هيبص في وش التاني. بس كده، مش هكتر اكتر من كده، واكيد اللي بيسمعني فاهم انا بتكلم فيه. دي اول نقطه. تاني نقطه، النهارده يوم حزين لابناء ميت عقبه بالنسبه للسله، واوجوستي بوش واللي بيعملوا تاريخ غير طبيعي مع النادي الاهلي. يخليني اقول بما لا يدع مجال للشك ان اوجوستي بوش على مدار تاريخ النادي الاهلي هو افضل مدير فني لاي لعبه جماعيه في النادي الاهلي. واخد نادي الاهلي في كره السله، كنا كل 3 4 سنين لما بناخد بطوله، وده حقيقي، اللي وصلت لمرحله لو بطوله غابت عنك او ما اخدتهاش في سنه بتحزن عليها حتى لو كانت بطوله افريقيا. فده اوجوستي بوش. اخدنا من نادي مثلا يعني ما بنكسبش الزمالك، ده مثلا ممكن 3 سنين ولا حاجه نكسب الزمالك مره ولا مرتين، لاكبر سلسله فوز لديربي بين الاهلي والزمالك في اي لعبه جماعيه، سواء قدم سله يد طايره. مش اقل من 15 تقريبا ديربي كده، ان لم يكن اكتر من كده كمان. كلهم فوز متتالي للنادي الاهلي على النادي الزمالك بقياده العبقري اوجوستي بوش، اللي نقل النادي الاهلي في السله لنقله ثانيه خالص. وتخطينا القابنا نادي الزمالك، وقربنا كمان من ملوك السله في مصر نادي الاتحاد السكندري. واللقب شكله كده رايح للنادي الاهلي قريب باذن الله. سيناريو غريب جدا، طول المباراه الزمالك بتقدم على الاهلي ما بتقدمش خالص في ظل تحكيم فاجر. وانا ما شفتش الماتش لان انا من نوع المشجع الاهلاوي الخواف، بخاف جدا حتى في ماتشات الكوره، فما عنديش اعصاب ان انا اتفرج على ماتش سله ولا ماتش يد، ما بقدرش الصراحه. الماتشات دي بتتعب لي اعصابي بجد. لكن بتابع من خلال صفحات الاهلي، ومن خلال طبعا نور الحكيم مصدري الاول واللي بثق فيه جدا في العاب الصالات، ان التحكيم كان حاجه بشعه. طول الماتش الزمالك بتقدم على النادي الاهلي لغايه اقل من دقيقتين والنتيجه 69 63. انا يمكن تابعت الملخص، تابعت اخر دقيقتين دول تحديدا. انت متخيل 69 63 وفاضل اقل من دقيقتين تقريبا؟ زمن كبير في وقت السله. الاهلي احرز 7 نقاط والزمالك ما احرزش ولا نقطه منهم. طبعا النهايه بالرائع عمرو الجندي بلعبته الشهيره صعبه جدا. الاهلي وصل ل 70 69، واول تقدم للنادي الاهلي هو 70 69 اللي انتهت بيه المباراه. وده يبين لك عظمه وشخصيه فريق النادي الاهلي، اللي قدر يكتسبها من مدرب عظيم، قدر يدي اللعيبه ثقه ولاعيبه محترمه تليق باسم النادي الاهلي. الحزن الثاني اللي ابناء متعاقبه النهارده في البطوله اللي رايحين يلعبوها، بطوله عباره عن الزمالك، الوحده الاماراتي، الاتفاق السعودي، وام صلاح القطري. الزمالك خسر النهارده من الوحده الاماراتي 3-0، كانت النتيجه لغايه دقيقه 85 3-0 للوحده، لغايه اما الزمالك جات له ضربه جزاء في النهايه حطها رؤى. واللي عايز اقوله ان الزمالك النهارده كان بيلعب بكامل فرقته، يعني حتى الونش رجع، كان موجود عبد الشافي، موجود دونجا، موجود شيكابالا، كلها موجوده باستثناء زيزو، سيد نيمار، رؤى، ناصر منسي، يعني كله موجود، عمر جابر، فريق كامل. هنا بقى انا عايز اقول حاجه، يعني ومش هقول لجماهير الزمالك اللي كانت بتتريق، لان طبعا ما فيش عتاب على الجمهور، انتوا عارفين الجمهور بيبقى مختلف الثقافات، مختلف الطباع، مختلف الاعمار، فما ينفعش اقول اطلع ارد على جمهور كانت حتى بتحفل او بتتريق على الاهلي في الكاس. لكن بعض نجوم الزمالك اللي ناس ليها حيثيه وبتطلع على الشاشات، وكانت بتسخر من فكره ان النادي الاهلي واخد ثالث كاس العالم للانديه في بطوله فيها 7 فرق كلهم ابطال قارات، واخدت البرونزيه، الميداليه البرونزيه. عايز اقول لهم ان انتوا دلوقتي بتلعبوا في بطوله فيها 4 فرق، سواء الوحده ولا الاتفاق ولا ام صلاح، مفيش نادي فيهم هو بطل بلده مش بطل قارته. ومع ذلك انت هتلعب على الثالث والرابع من بطوله فيها 4 انديه بس ده كده ايه، عشان تعرف بس فكره قبل ما تتكلم على الاهلي لازم تشوف انت فين واحنا فين. ودايما النادي الاهلي الحمد لله يعني الاحداث هي اللي بترد عنه، ما بتبقاش محتاج انك تتكلم. يعني انت اللي بيتكلم وبيسخف او بيقلل من فكره برونزيه كاس العالم، او راح ياخد مركز ثالث او رابع من بطوله من 4 فرق ما فيهمش نادي فيهم هو بطل دولته. والانديه دي في فتره تعتبر فتره اعداد، يعني ما بتلعبش بقوتها زي اللي راح يلعب في كاس العالم للانديه. ده النقطه الثانيه. النقطه الثالثه بقى اللي عايز اتكلم فيها النهارده، وهو بطوله افريقيا والخيبه العربيه اللي بتحصل. انا عايز اقول لكم رقم غريب جدا، 3 اسماء، مصر، الجزائر، تونس، من كبار منتخبات القاره.
6 مباريات في بطولة افريقيا، 5 تعادلات وهزيمة. طيب منافسين، هل لعبنا السنغال، الكاميرون، نيجيريا، المغرب؟ لا لا لا، المنافسين كانوا مين؟ موزمبيق، ده معانا احنا، غانا، ناميبيا، جامبيا، بوركينا فاسو، والنهارده كانت تونس مع مالي. مش هقول لك مثلا لا 6 منتخبات ما كانتش بتنطق اسمنا حاف. دلوقتي نعمل 5 تعادلات وهزيمه. حاجه غريبه، ما اعرفش فيه ايه اللي بيحصل في المنتخبات العربيه. هل هي مشكله نوايا؟ هل هي سوء ادارات؟ ومش عايز اقول المغرب ادى، المغرب لعب مباراه ما نقدرش نحكم، بتلعب قدام فرقه تنزانيا، فرقه ضعيفه جدا، ومع ذلك لغايه الدقيقه 70 كنت فايز 1-0، والنتيجه ما علتش لما تنزانيا اتطرد منها لاعب. نتمنى يكون المغرب هي دي صورته ويبان بشكل افضل. والوحيد الفرقه اللي تخض بجد لغايه دلوقتي فرقه تخض هي السنغال. في فرق كويسه ظهرت، لكن السنغال فريق كبير. لكن اللي بيحصل في المنتخبات العربيه لازم اتحاداتهم يبقى فيها وقفه، لازم الكوادر تتغير، لازم ناس تكون بتحب بلدها، بتدور على مصلحه بلدها، لان اللي بيحصل ده عيب جدا، عيب. لكن النهارده في ماتش الجزائر لفت انتباهي حاجه بسيطه بس. رقم يعني المثلث المرعب الهجومي في الجزائر هما بالترتيب طبعا رياض محرز، بغداد بونجاح، ويوسف البلايلي. النهارده الجزائر خسران 2-1، كان مغلوب 1، اتعادل، بعد كده ضربة جزاء، الجون التاني، وفاضل اقل من ربع ساعة، ويجي المدرب يقوم عامل ايه؟ ساحب رياض محرز ويوسف البلايلي رقم 1 ورقم 2. 2 هما اقوى اسلحة منتخب الجزائر الهجومية. شفت رياض محرز طالع عادي جدا، لا مكشر ولا متضايق، فكرة طلوعه ورفع رقمه وهو بيبص يشوف رقمه عادي، انطباع عادي جدا، الناس مش مستغربه. يوسف البلايلي وهو ما ادراك يوسف البلايلي في منتخب الجزائر برضه بيطلع عادي جدا وبيستلم على المدرب وهو طالع وبيطلع بمنتهى الاريحيه، في عز ما الجزائر عايزه تتعادل. سبحان الله، يحصل ايه؟ الجزائر تتعادل ويخلص الماتش 2-2 وما تخسرش الجزائر. اظن طبعا مفهوم الكلام في ايه. نجم رياض محرز، نجم يوسف البلايلي نجم، لكن مش في حالته، مش موفق، يتغير، ما فيهاش اي غضاضه. هل ده يمحو تاريخه؟ لا، تاريخه موجود، محبوب، بيدعموه زي ما احنا بنحب صلاح، بندعمه، بنتفرج عليه في اوروبا، بنتفرج عليه في الدوري الانجليزي، وبنتمنى ياخد الهداف في كل حاجه. بس ده مش معناه لما يكون وحش ان احنا لا، احنا ما صدقنا يبقى عندنا حد. مفيش الكلام ده خالص. زي ما قلت تاني مره المره مليون، مفيش حد اكبر من مصر، ودي كوره ما فيهاش اي حاجه. زي ما حصل اهو، الناس طلعت وسبحان الله كان التغيير صح، نتيجته ان الجزائر قدر يفوز، قدر يحرز هدف التعادل. دي رساله بس. نتمنى بعد ما خلصت الجوله الثانيه كده بالنسبه للثلاث منتخبات احنا والجزائر وتونس، تكون الجوله الثالثه يكون فيها بقى شغل افضل من كده. النهارده حتى تونس بتلعب مالي، وانا مستغرب جدا من تونس ورضائها بنقطه التعادل. تونس عندك الماتش جاي جنوب افريقيا، فريق مش سهل جدا انك تفوز عليه، وطبقا لمستواك قدام ناميبيا وقدام مالي صعب جدا. واتمنى يا رب تونس يكسب، ولكني طبقا للمستويات اللي انا شفتها صعب جدا تونس تكسب جنوب افريقيا، ويمكن كمان صعب تاخد نقطه، ولو حتى خدت النقطه بقت عندك نقطتين فانت مش هتصعد. فانا كنت مستغرب فكره قبولك للتعادل وانك عايز تخلص بالماتش كده. هو ايه اللي حصل للدول العربيه؟ ايه اللي حصل لينا في كره القدم؟ احنا كنا اسياد افريقيا في كره القدم. احنا دايما بشوف دلوقتي احيانا اوقات كتير من المباراه بنبقى رد فعل قدام فرق اقل مننا بكتير، حتى اقل مننا فنيا. هل هي بقى معرفش سوء تخطيط، لعيبه شبعانه، الحس الوطني راح من عند اللعيبه؟ مش فاهم. نتمنى التوفيق للفرقه العربيه، ونتمنى النصر لفلسطين. النهارده وصل لنا خبر ان وزير الدفاع كان هيمسك في نتنياهو ويمسكوا في بعض خلاص، لكن الناس دخلت حجزت، المقاومه هزت اركانهم، ضيعت مدخراتهم، قضت على اقتصادهم، طردت سكانهم، بوظت سياحتهم. اللي عملته المقاومه زلزال هز اركان الكيان الملعون، وعقبال ما ان شاء الله ما نشوفهم بيخرجوا من الاقصى وهم زي الفئران.